السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد مع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم خبيزات معمرين في الفران بالعجينة ديال المسمن. كيجيو زوينين بزاف وكيجيو مقرمشين، ونتمنى انكم تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا الطريقة ديال التحضير ديال هاد الخبيزات هادو. هنايا غادي نقول لكم المقادير ديال العجين ديالنا. هنايا عندي شويه ديال الفينو وشويه ديال الفورص. هنايا كيكون الفورص غالب على الفينو. عندي صاشيه ديال خماره حمراء، وعندي شويه ديال الملحه، وغادي نجمعهم بالماء دافي كما شفتوا معايا. صافي من بعد ملي غادي نجمع العجينه ديالي غندلكها واحد شويه على هاد الشكل هكا. كندلكها غير شويه بحال اللي كنعجنوا المسمن، يعني نفس الطريقه. صافي كندلكها مزيان. من بعد ملي كندلكها مزيان كنحاول انني ندير لها واحد شويه ديال الزيت كما غتشوفوا في الفيديو. ندير لها واحد شويه ديال الزيت من الفوق، ومن بعد غنجي نجيب واحد البلاستيكه نديرها في وسط ديك البلاستيكه، وغادي نخليها ترتاح المده الكافيه لان ما فيهاش الخميره. يعني شحال ما خليناها ارتاحت مزيان غادي تساعدنا فاش نكونوا تنخدموا المسمن ديالنا. صافي هنايا كما شفتوا راني دهنت لها شويه ديال الزيت، وكما قلت لكم غنديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح. صدقوني هاد الخبيزات هادو كيجيو زوينين بزاف وما تشبعيش منهم، كيجيو لذاذين من الداخل. بالحشوه اللي بغيتي ديريها لهم كديريها لهم. انا غادي نديرهم بالحشوه ديال الطون. غندير فيهم الطون وشويه د الزيتون، وغنديرهم مع الشعريه الصينيه. نتوما الحشوه اللي كانت عندكم يمكن لكم انكم ديروها فيهم، يا الحشوه ديال الدجاج يا كفته اللي كان موجود عندكم. صافي هنايا بعد ما ارتاحت ليا العجينه هانتوما شوفوا ما شاء الله العجينه ديالنا صافي رجعت مطاطيه وكتجي زوينه وكتساعدك في الخدمه. هنايا صافي غادي نجمعها، غادي نخرج داك الهواء اللي فيها وغادي نجمعها مزيان على هذا الشكل. من بعد ما غادي نجمعها صافي غادي نشكل واحد الكويرات صغارين. غنشكل واحد الكويرات صغار. نتوما بغيتو ديروهم متوسطين او كبار لكم الاختيار، كما بغيتو ديروهم غديروهم. انا اختاريت انني غديرهم صغار. نتوما الا بغيتو ديروهم كبر من هاد الحجم هذا يمكن لكم. انا غنديرهم هكا صغارين كيجيو زوينين، يعني كيجيو زوينين وعاطين هكا العين. وانتم بغيتوهم ديروهم كبر من هكا يمكن لكم. صافي كنشكل هكا كويرات صغار. انا عاوتاني نشكل هكا كويرات حتى نكمل العجين ديالي اللي عندي كامل بنفس الشكل وبنفس الطريقه. صافي كنشكل كما قلت لكم هكا كويرات صغار. صافي ان شاء الله غادي نكمل العجينه ديالي ونرجع معكم. صافي هنايا انا درت لهم هكا كويرات على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نطلق العجينه ديالي هكا على بحال المسمن. صافي غنطلقها هكايا، غنطلقها رقيقه بزاف حتى تبقى تبان فيها الرخامه. يعني حاولوا انكم ترققوها مزيان باش تنجح معكم الوصفه. كنطلق هكا بالزيت، نبقاو هكا نقرصوها غير بشويه هكايا باش ما تقطعناش العجينه بزاف. صافي كنحاولوا هكا نطلقوا العجينه ديالنا هكا تنلقاوها رقاقت معانا وبقات كتبان فيها الرخامه. صافي من بعد غنجيب هكا شويه ديال الزبده. نتوما بغيتو ذوبوها ماشي مشكل. انا راها دايبه شويه.
صافي كنبقى ندهن هكا، دهنت شويه ديال الزبده. من بعد صافي غادي نجمعو، غنطويو هكا الجناب، غنطويوه بحال غنطويو المسمنه، غنطويوها على هاد الشكل هكايا. بحال غتوجدي المسمن، يعني نفس الطريقه نفس العجينه، ما كاينش الاختلاف. الاختلاف هو ان في الحشوه وصافي، كل واحد كيفاش غادي يدير الحشوه ديالو. انا درتهم بالطون، نتوما يمكن لكم ديرهم بالكفته، يمكن لكم ديروهم بصدر ديال الدجاج. اي حاجه كانت عندكم موجوده في الدار يمكن لكم تستعملوها. صافي كما كتشوفوا على هاد الطريقه نطويهم على هاد الشكل، نخليهم يرتاحوا، وغادي نولي نعاود معكم وحده اخرى. بنفس الطريقه صافي كنجيب العجينه ديالي تنقرصها مزيان حتى كتبقى تبان ليا الرخامه، حتى كترقق معايا مزيان على هذا الشكل. صافي من بعد كنطويوها بنفس الطريقه اللي درنا في الاولى، غنديروها في الثانيه، وغادي نبقاو مستمرين هكايا حتى غادي نساليو الكميه اللي عندنا كامله ديال العجينه. هنايا دابا كندهن شويه ديال الزبده من الفوق ونطويوها، يعني راه ساهله ما فيهاش شي صعوبه، ودغيا كيوجدوا لانك كديرهم في الفران. مجرد انك كتكوني موجده الحشوه ديالك اللي غديري فيهم، صافي كتعجني العجينه ديالك، كتعمريهم، كتدخليهم الفران. يعني ما فيهمش يعني تماره بزاف ولا كيعذبوك، دغيا كيوجدوا وغادي ينفعوك ان شاء الله في هذا الشهر المبارك ديال رمضان. كيعجبوا الوليدات الصغار. راكم عارفين الدراري تيحماقوا على هذا الشيء هذا، يمكن لك توجديها لهم دغيا دغيا. صافي هنايا كنطوي على هذا الشكل، ونكمل ديك العجينه ديالي اللي عندي كامله بنفس الطريقه. من بعد انا نوريكم الحشوه اللي درت. الحشوه ديالي هي هذه، انا كما قلت لكم درت فيها الطون، ودرت فيها الشعريه الصينيه والزيتون مقطع. نتوما يمكن لكم ديروا اي حشوه كانت عندكم في الدار، يعني ما تقيدوش بهاد الحشوه هذه. صافي هنايا جبت اللاطه ديالي، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، غير شويه ما تكتروش، لان اصلا العجينه ديالنا فيها الزيت والزبده. هنايا صافي بعد ما خليت العجينه ديالي ارتاحت غير شويه، صافي كنقرصها غير هكا غير واحد شويه، ومن بعد كندير الحشوه ديالي هكا معلقه، ما تكتروش، معلقه ولا جوج معالق، يعني ما تكتروش باش ما تخرج لكمش الحشوه من الجناب. صافي من بعد كنطويها على هذا الشكل، كنشد الجناب وكندير هكا واحد فوق واحد، ونمشي عاوتاني للجهه الاخرى ونسد الجوانب مزيان على هذا الشكل. حاولوا ان الحشوه ما تبقاش خارجه من على برا باش ما تحرق لكمش في الفران. سدوا الجنيبات مزيان حتى تشوفوا الحشوه ما بداتش تبان، مابقاتش كتبان. صافي بعد ما ستيناهم مزيان هكا داك الجوانب، صافي ما تحاولوش انكم تضغطوا عليها بزاف. صافي كندير واحد الزيتونه من الوسط باش كتشد لنا
هذاك القناة ديال العجينة، و وكتزيد واحد المنظر للخبيزات ديالنا. صافي كنولي نعاود معكم وحده اخرى بنفس الطريقه ديال الاولى. داكشي اللي درناه في الاولى غنديروه في هاد الثانيه هادي. صافي كنجمع هذاك القناة مزيان باش ما تخرجش الحشوه من الجناب. صافي بهاد الطريقه هادي، وصافي كنستمر على هاد الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، وكنديرهم في اللاطه اللي غادي تدخل للفران. هما كيجيو على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. كنديرهم في اللاطه ديالي، كنستفهم في اللاطه. ما شاء الله داك شويه د العجينه راه خرجت لي واحد الكميه مهمه. صافي هنايا كنديرهم كما قلت لكم في اللاطه اللي غتدخل الفران، وغادي نجيب واحد الصفر ديال البيضه هكا، غنطربهم مزيان كما كتشوفوا. غادي ندهنهم هكايا من الفوق. الا بغيتو ترشوا عليهم واحد شويه ديال السانوج كيجي حتى هو في المنظر، كيعطيهم منظر زوين. صافي هنا دخلتهم للفران على فران سخون. من بعد ما هانتوما بعد ما طابوا شوفي كي جاو زوينين بزاف. قلت الوحده تنهزها وتولي طيح من التبصيل. ايوا صافي هنايا هانتوما كما كتشوفوا جاو زوينين ومقرمشين. جربوهم، ما غتندموش ان شاء الله عليهم. راه كيجيو زوينين بزاف وكيعجبوا الوليدات. نتمنى ان الوصفه ديال هذا النهار تعجبكم، وتشاهدوا لي الفيديو من الاول حتى الاخر. ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو لي الفيديو ان شاء الله مع الحباب والصحاب. كنقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم، مع السلامه.